رجعنا لكم تاني والتحكيم مع جريشة ومعاكم جهاد جريشة. قبل ما ناخد بقى مداخلات الساده المستمعين على تليفونات اذاعه الشباب رضا 25776053 25756977 نجهز بقى بالتليفونات واحنا فاتحين التليفونات ومستنيينكم. هكلمكم على تقييم حكام افريقيا اللي لعبت 3 مباريات وتميزت بعد نهايه الدور الاول ودور ال 16 وبدايه دور الثمانيه والدور التمهيدي. بقى عندنا دلوقتي عيسى سي لعب 3 مباريات وهو مميز جدا. امين عمر لعب ماتشين بس مميز جدا ومستنيينه في قبل النهائي او النهائي اخر 4 ماتشات. عندنا خلاص مصطفى غربال اللي رجع للصوره تاني وبقى مميز جدا بعد ماتشه امبارح. عندنا حكام لعبت في دور ال 16 واداء مميز ومستنيينهم في قبل النهائي او الثالث والرابع او النهائي. الصراع او المنافسه احتدت بين الحكام وبعضهم. الاداء ولا اروع. الناس في الاتحاد الافريقي اتكلموا على ماتشين 3 4 مباريات مش عاجبينهم زي ما قلت لكم. ماتشين اتكلموا عليهم بصوره كبيره جدا، كوت ديفوار والسنغال الكلام كتير جدا عن التحكيم فيها وعدم طرد ساديو ماني واخطاء كبيره جدا في المباراه ديت. والماتش بتاع المغرب وجنوب افريقيا والحكم السوداني المميز اللي بقول عليه مميز وما زلت بقول عليه مميز لان بصراحه فاجئنا في اول ماتشين. لكن في الماتش الثالث محمود شنتير او محمود احمد اسماعيل الحكم السوداني ما كانش احسن حاجه. بتمنى له التوفيق في اللي جاي، لكن ممكن ما نشوفوش تاني في البطوله. تحكيم في كاس افريقيا احسن حالا من البطوله اللي فاتت، لان برضو هرجع اقول ان تقنيه الفي ار وبدايتها من بدايه البطوله كانت سبب رئيسي في نجاح كبير للتحكيم. في ماتشين 3 بنتكلم عليهم بصوره سلبيه، في اخطاء حصلت بصوره سلبيه في البطوله، في حكام ظهرت ولمعت في البطوله، وفي حكام للاسف ادت اداء مش كويس في البطوله. حكامنا المصريين بخير وتصدروا الاداء بمنتهى القوه ومشرفينا، وان شاء الله هيستمروا في تشريفنا لنهايه البطوله. الحكام العرب عموما ماشيين بصوره مميزه جدا، مفيش حكم عربي خذلنا كاداء تحكيمي. الحكام الافارقه الجدد اللي ما كناش نعرفهم، عيسى سي مميز جدا. الحكام العرب هذكر منهم برضو معتز الشلماني مفاجاه في البطوله وعامل اداء ولا اروع. 3 ماتشات وبرضو من الحكام اللي ممكن نشوفهم في قبل النهائي ثالث ورابع نهائي وماشي بصوره ولا اروع، زي امين عمر زي مصطفى غربال زي محمد عادل. الحكام العرب مشرفينا. الحكام الافارقه الجدد اللي هم الاول ظهور ليهم مشرف برضو، ظهروا الصومالي كان مفاجاه لينا في البطوله. عيسى سي حدث ولا حرج. بنتكلم في حكام ماشيين بصوره جيده، التحكيم ماشي بنسبه كبيره ناجح في البطوله. اي نعم في اخطاء في كذا ماتش زي ما قلنا، لكن مجمل التحكيم في كاس افريقيا ماشي بصوره مميزه جدا. نتمنى ان شاء الله التوفيق لنهايه البطوله النهارده. طبعا نتمنى التوفيق النهارده في الماتشين، لكن نتمنى التوفيق لكامل البطوله للنهايه. وان شاء الله نتكلم على الماتشين بتوع النهارده والماتشات اللي جايه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. هنخش بقى على طول على تليفونات الساده المستمعين. نقول الو. صباح الخير يا فندم. الحاج حسن، اتفضل يا حاج حسن. اتفضل يا حاج حسن، معاك. لا بقى احنا فلاحين ما زي بعض، إيه المشكله؟ قول. ده بص، ده على فكرة بقى واجب على كل مسؤول في مصر تكريم الناس دي. اتفضل. اتفضل. تمام. تمام. ايوه. تمام.
حقيقه، وعايزين يشتغلوا عليهم شغل كويس عشان يستمر التحكيم المصري في كل المحافل الدوليه، الموضوع يستمر مش مجرد طفره. صحيح. صحيح. عندنا. والله عندنا مصريين يدربوا منتخب مصر على اعلى مستوى، عندنا مصريين يمسكوا التحكيم المصري على اعلى مستوى. اتفضل. اتفضل. اه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وعليكم السلام. طبعا الحاج حسن بيتكلم بحرقة مصري، وحرقته على فريق المنتخب المصري والإدارة المصرية للكرة المصرية. محتاجين فكر جديد، محتاجين دم جديد، محتاجين إدارة جديدة للكرة المصرية، محتاجين إدارة جديدة للتحكيم المصري. يا جماعة اسم مصر كبير، اسم مصر لازم الكل يحترمه. الموضوع كبير، الموضوع انت مش متخيل الشعب المصري لما خرج منتخب مصر يعني مدى الحزن اللي كان الشعب المصري فيه. يا جماعة المنتخب المصري هو الفرحة الأساسية للشعب المصري، الكرة المصرية هي الفرحة الأساسية للشعب المصري. لما المنتخب بيكسب، انت تفتكروا 2006 و2008 و2010 كانت أفراح في مصر. الفرحة الأساسية لمصر هي الكورة. الكورة بتفرح الشعب المصري بالكامل. تخيل انت النهاردة وبعد خروجنا ما اديناش، الناس كلها بتتكلم على كورة، ما فيش كورة، ما فيش أداء، ما فيش منتخب. الفرحة الأساسية موجودة دلوقتي معانا هم الحكام المصريين، لكن الشعب كان عايز منتخب مصر. الموضوع محتاج وقفة كبيرة، سواء اتحاد كورة سواء مسؤولين على التحكيم. يا جماعة محتاجين نغير جلد الكرة المصرية والإدارة المصرية في الكورة، ده مهم جدا نغيره الفترة اللي جاية. مداخلة تانية نقول ألو. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. مين معايا يا فندم؟ أستاذ طه حنفي. أهلا يا أستاذ طه. تمام. تمام. بص يا استاذ طه، انا كلامك بمنتهى الامانه. لما يبقى عندنا تحكيم كويس هنتكلم على التحكيم كويس. ما فوق افريقيا كده مش تحكيم ماشي كويس، لان الناس بتدير هناك التحكيم بصوره احترافيه، سواء لجنه حكام الاتحاد الافريقي. نفس الحكام اللي هناك دولت لما بنديرهم هنا بنديرهم بصوره مش كويسه، الاداء بيبقى مش كويس. احنا بنتكلم بمنتهى الامانه، احنا ما عندناش حاجه نخبيها. فاداره بالظبط، فانت بتتكلم على اداره. صحيح. صحيح. فاحنا محتاجين ندير صح عشان نلاقي الاداء اللي موجود في افريقيا اللي عندنا في مصر في التحكيم المصري، لان عندنا كفاءات تحكيميه حكام على اعلى مستوى، بس انت ديرهم صح وحضرهم صح واشتغل عليهم صح، هتلاقي تحكيم محترم في مصر. صحيح. والاداره اتفضل. اه طبعا. اه طبعا. يا عبد الرحمن ازيك؟ شجعت منتخب مصر في كاس الامم؟ شجعت منتخب مصر في كاس الامم ولا لا؟ طيب النهارده تشجع حكامنا ان شاء الله في كاس الامم. ماشي يا حبيبي. لا بص، هي مشروع كبير، كابيتانو مصر مشروع كبير متوليه وزاره الشباب والرياضه، وان شاء الله لو في حاجه هعرفك، هننزل في الوزاره، ولو في حاجه هنعلن عنها هنا عشان خاطرك يا عبد الرحمن. حاضر. شكرا يا عبد الرحمن. ماشي يا عبد الرحمن، شكرا جزيلا يا استاذ طه، وشكرا لعبد الرحمن ابنك. تليفون تاني معانا. الو. ايوه. استاذ مليجي، صباح الخير عليك. صديق البرنامج المميز، صوتك على طول خلاص بقت بعرفه من غير ما حد يقول لي، يعني من غير ما الاستاذ ان هو تقول لي او الاستاذ محمد يقول لي، انا عرفت صوتك. بيسلموا عليك. اه. 46 ماتش كاس افريقيا.
ما هم مش هيزيدوا عن 26 على فكره. ما هم 26 اللي موجودين في البطوله فخلاص. بالظبط خلاص. وفي ناس على فكره تم استبعادهم من البطوله، بس الاتحاد الافريقي ما اعلنش اللي تم استبعاده، بس في كميه تم استبعادها من البطوله. تمام. اه زود. اه زود. اه تمام. انا قلت الصومالي ماشي. ها. صحيح صحيح. اه هرد عليك في دي. محمود عاشور ماشي. ساديو ماني. امم. صحيح. لا هي لعبه اثارت جدل كبير في الاتحاد الافريقي ولجنه حكام الاتحاد الافريقي واتكلموا عليها كتير. وعلى فكره، على فكره في موقع للاتحاد للحكام المحاضرين الدوليين اللعبه دي جابوها، وطبعا كل الاراء كانت اللعبه كارت احمر مباشر. اتفضل. ماشي. 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 صباح الفل صباح الفل. هكلمك عن محمود عاشور. اتاخر. محمود عاشور كان حكم ساحه وكان دولي معانا ومحمود يمكن ربنا ما وفقوش في اختبار اللياقه البدنيه، فكحكم ساحه بعد شويه فتره كبيره، والحمد لله ربنا عوضه زي ما قلت لك. ربنا عوضه وما اتظلمش على فكره. هو محمود عاشور بس ربنا عوضه بالفار. كان هو يعني يعني ما كانش بيوفق في اختبارات اللياقه البدنيه. الفار مش محتاج لياقه بدنيه ولا جري، وبالتالي هو الحمد لله رب العالمين بخبرات محمود عاشور وبادائه كحكم في ار وصل للتحكيم الدولي بصوره محترمه. لكن على فكره ما اتظلمش. محمود عاشور هو اللي في الاول هو اللي ما نجحش في اختبار اللياقه اكتر من مره، وبالتالي ربنا عوضه خير، وانا بتمنى له كل خير. محمود عاشور اخ وصديق، ويمكن دفعه وسن واحد واتمنى له كل خير، لكن ربنا هيعوضه خير الفتره اللي جايه عن الفتره اللي فاتت لمحمود عاشور. تليفون تاني نقول الو. الو. ايوه يا فندم معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن جهاد؟ مين معايا يا فندم؟ رمضان محمود الفيوم. استاذ رمضان من الفيوم. الله يخليك يا كابتن جهاد. اتفضل يا فندم. طبعا البطوله خلاص على وشك الانتهاء، تمام. واحنا بكل نقط البطوله لان الفرق كلها خرجت. البطوله اتسهلت. كان الطريق سهل، كان الطريق سهل، وحاجه من اسهل البطولات. اقرب بطوله منتخب مصر حققها يا كابتن جهاد. والله من اسهل البطولات اللي احنا يعني لو في عندنا نص منتخب كان زماننا خدنا البطوله. مع احترام اتفضل. اتحاد كره القدم اللي انا بحترمهم وكلهم فوق راسي من فوق، اتفضل. ارجو ان اتحاد كره القدم يدوا الفرصه للمدرب المصري، ان الواحد يعني زعل خالص على المنتخب من الفرق، وارجو اللي ينفع المنتخب. احنا خدنا بطولات اللي فاتت بالكابتن الراحل محمود الجوهري والمعلم حسن شحات. ايوه. الناس ديت مفيش اي مدير فني اجنبي خد بطولات ديت للناس ديت. الناس ديت الكابتن محمود الجوهري الله يرحمه احتفظ ببطولاته ورحم عمل لمصر كتير. المعلم حسن شحاته الراجل حقق بطولات لمنتخبنا الوطني. الراجل مش عاوز يضيع الصوره بتاعته، تمام. لان الاجواء مش هي. انا ارجو مدير فني مصري زي كابتن حسام حسن. تمام. كابتن حسام حسن مش صغير، صحيح. كابتن حسام حسن كبير، صحيح. مدرب كويس. تمام. ارجو من اتحاد كره القدم وقبل ده كله المدير الفني اللي يجيبوه مصري هو اللي يختار. ممتاز. يا ريت ما يجيبش المحترفين خالص. لا يجيب، بس هو بس يعني ياخد حريه، ياخد حريه في الشغل عشان يأدي. البطولات اللي خدناها دي يا كابتن جهاد حصل. اللعيبه كلها محليه. حصل. محليه يا كابتن جهاد. تمام يا استاذ رمضان. بيادي بيأدي اللي عليه وخلاص. انا مقدر حرقتك ومقدر زعلك. قبل ما حضرتك اتفضل. ارجو من اتحاد كره القدم يدي حقوق الحكام. تمام. حقوق الحكام حقهم. الدوري ما يستناش يا كابتن جهاد ما حقوقهم تتاخد. تمام. الفطوريا اللي جابوه لي ازاي؟ انا بطالب بحقوق الحكام. ما تلعبش الدوري
كابتن عامر حسين ما تستعملوش الدورة من حكام تتاخد. تمام يا استاذ رمضان. اللي شرفونا في افريقيا. دي حقيقه، رفعوا راسنا. حقيقه اللي رافعين علم مصر لغايه دلوقتي. تمام تمام. احنا طلعنا من البطولة بس حكامنا رفعوا راسنا. مشرفينا هناك. احرزوا البطولة. حقيقه هم اللي احرزوا. حقيقه، وان شاء الله يكملوا الاخر ان شاء الله. شكرا يا استاذ رمضان. حضرتك وكل زمايلك اللي في الاستوديو. شكرا يا استاذ رمضان. والاستاذة نهى وحضرتك وكل الناس اللي بتسمعنا. شكرا جزيلا يا استاذ رمضان. طبعا الاستاذ رمضان بيتكلم على التاريخ. التاريخ بيقول ان المصريين هم اللي حققوا معانا بطولات، دي حقيقه. كابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحاته هم اللي حققوا معانا البطولات يا جماعه. التاريخ بيقول كده، ما منتخب مصر ما بينجحش الا مع المصريين وبجداره. كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، كابتن حسن شحاته. طب هقول لكم على حاجه ثانيه بقى. التجربه الاردنيه اللي موجوده حاليا، المدرب اللي موجود عموته ده مدرب عربي مغربي. اللي قبل كده البطوله اللي نجح معاهم في الاردن كان كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، عمل تجربه ولا اروع في المنتخب الاردني، وكان مساند من الملك في ملك الاردن. وكان بعده الكابتن حسام حسن برضه تجربه كبيره جدا في الاردن ونجح فيها نجاح غير طبيعي. التجربه الاردنيه كل المدربين عرب، والتجربه المصريه اللي نجح فيها مدربين مصريين. يا جماعه نوفر الدولار ونوفر فلوس مصر، والمصريين لهم حق يديروا، سواء منتخب سواء حكام. المصريين قادرين ينجحوا، بس وفروا لهم السبل اللي بتوفروها للأجنبي وهتلاقي المصري ينجح. لو تكرمتوا اعتمدوا على المصريين. الإدارة بتقول كده، التاريخ بيقول كده. نتمنى الكل يستجيب لده، لأن فعلا المصريين قادرين ينجحوا وقادرين يرجعوا منتخب مصر للمحافل الدولية بصورة مميزه ان شاء الله الفتره اللي جايه. وده التجربه والتاريخ بيقول كده، ان منتخب مصر ما بينجحش وبصوره كبيره وبياخد بطولات الا مع المدرب المصري. تليفون تاني معانا. الو. وعليكم السلام. الله يبارك في حضرتك. مين معايا يا فندم؟ استاذ مصطفى. اتفضل يا فندم. دي حقيقه. هتشوف ايه؟ لا، ما هو التقطيع اقول لك على حاجه، بس يا استاذ مصطفى عايزين بس الناس تفرق. لما انت كاداره، الاداره بره لجنه حكام الاتحاد الافريقي، عرفت تدير حكامك وعرفت تنجح الحكام منهم المصريين، خدت بالك؟ اللي جوه الاداره مختلفه اللي عندك في مصر. فعلى فكره من نفس الحكام ونفس الاشخاص، بس انت بتديرهم غلط. هي دي الاداره، هي دي الفكره يعني، عشان بس الناس تبقى فاهمه ان نفس الحكام دولت لما بيجوا مصر ما بينجحوش مع اداره ما بتنجحهمش. اداره تحكيم، كما اداره تحكيم. وبالتالي احنا عايزين اداره في مصر تدير التحكيم بصوره محترفه وصوره محترمه، عشان حكامنا زي ما بينجحوا بره ينجحوا جوه. ده تمام. ان شاء الله انا اتوقع النهارده ان شاء الله محمد عادل في دور الثمانيه، واتوقع وجود امين عمر في قبل النهائي او تالت ورابع او نهائي. واتمنى محمد عادل يكمل البطوله الاخر برضه، يؤدي النهارده اداء محترم ويبقى برضه من ضمن المرشحين لاخر 4 مباريات. مصر ان شاء الله، انا ببشرك ان شاء الله وببشر كل المصريين باذن الله، مصر موجوده في اخر 4 مباريات، سواء قبل النهائي سواء تالت ورابع سواء النهائي. ما احنا كلنا دلوقتي بنشجع منتخب مصر. منتخب مصر بالنسبه لنا دلوقتي هو الحكام المصريين. يا فندم دلوقتي علم مصر مرفوع في البطوله بالحكام مصر ان شاء الله يا فندم باذن الله. شكرا يا استاذ مصطفى، شكرا جزيلا لحضرتك. تليفون تاني نقول الو. صباح الفل يا كابتن جهاد. صباح الفل يا فندم. منصور عمر ابو ايمن خبرات عرب الدوري يا استاذ جهاد. استاذ منصور ازاي حضرتك؟ كابتننا الكبير والله انا بحبك على المستوى الشخصي جدا. ربنا يبارك فيك، ربنا يديك الصحه. نقطتين يا استاذ يا كابتن جهاد. اتفضل. نقطتين ما فيش غيرهم يعني. اتفضل. الناجح احنا يا استاذ يا كابتن جهاد، الناجح احنا بنقطع فيه. دي حقيقه، دي حقيقه. في التحكيم بالذات يعني. تمام. الراجل البرتغالي كان هيخلي محمد عادل ده يبطل التحكيم. للاسف احنا على فكره احنا حاربنا يا استاذ منصور، والله حاربنا عشان محمد عادل. مش جهاد بس، مش جهاد بس. من بره يا كابتن محمد، احنا بره، احنا مسيطرين في كل حاجه. صحيح. الدكتور المصري بره هو اللي مسيطر في كل حاجه، الاستاذ المصري بره هو اللي مسيطر في كل عندنا كفاءات. حاجه. يا استاذ محمد احنا نفشل في بلدنا ليه؟ بالظبط، عندنا كفاءات يا استاذ منصور، عندنا كفاءات. دي بالنسبه للحكام يعني. تمام. طبعا وانا بشجع الحكام، والحكام هم اللي هيشرفونا بالامانه ان شاء الله. في اصدقاء كلموك قبل يعني بيقولوا كانت اسهل بطوله لمنتخب مصر. حقيقه. تصدق ده يا كابتن جهاد؟ لا اله الا الله. وحياه لا اله الا الله كابتن جهاد، حرام منتخب مصر يصعد من دور المجموعات. عندك حق. الروح اللي هو مفيش روح. عندك حق. انا بقول لك اهو.
يا استاذ منصور، انا ببصم بالعشرة، عندك حق. ما انا بقول لك يا كابتن جهاد، هو مصطفى محمد الوحيد اللي عنده روح. غير كده اللعيبه كلها تريزيجيه ماتش وماتش، مرموش كذلك الامر، اللعيبه كلها مش عارف انا بصراحه. بس هقول لك على حاجه يا استاذ منصور، عندنا لعيبه ولا اعلى على اعلى مستوى، عايزين بس مدرب يديرهم صح ويجهزهم صح، واحنا نروح بمنتخب مصر ابعد مسافه. هو بطولة ده يا كابتن جهاد، مين اللي بالجهاز معاه من اللعيبه القدام المصريين؟ لا هو عبد العزيز. اه عبد العزيز. اه هات لي تاريخ لايمن عبد العزيز مع لا بص، احنا كابتن ايمن له كل احترام وتقدير. ماشي يا استاذ منصور، شكرا جزيلا. بشكرك يا استاذ منصور. كابتن ايمن عبد العزيز له كل احترام وتقدير، لكن انا بكلمك الاداره والاختيارات غير موفقه. فشلنا فشل ذريع في اداره المنتخب المصري. الاتحاد المصري لكره القدم لازم يراجع نفسه. قلنا التاريخ بيقول ان المدرب المصري، ومع الظروف الاقتصاديه والدولار واليورو والقصه دي كلها، المدرب المصري احق، الاداره المصريه للتحكيم المصري احق. يا جماعه، مش عيب ان انا اغلط، ومش عيب ان انا ما اعملش الصح، بس العيب ان انا استمر في الغلط، واستمر ان انا يعني العند في الاداره. لا، الاداره ان انا لما بغلط بعترف بغلطي وبرجع للطريق الصح، لان مصر تستحق ان الفتره اللي جايه نلاقي حاجه محترمه. الفتره اللي جايه سواء منتخب مصر، سواء تحكيم مصري ماشي بره كويس، عايزين يبقى جوه زي ما يكون بره عشان يستمر بالاداء المحترم اللي شفناه في كاس الامم. تليفون تاني نقول الو. ايوه. وعليكم السلام. مين معايا يا فندم؟ احمد صلاح من جهه. استاذ احمد صالح من هنا. احمد صلاح من جهه. احمد صلاح، اتفضل يا استاذ احمد، اتفضل. انا بقى انا بستاذنك توطي بس التليفون الراديو معانا عشان صوتك اسمعه كويس. انا بقى الحكم بتاع نيجيريا وانجولا بتاع امبارح ده. هايل هايل. خالص. عيسى سي كان بص اداء ولا اروع، يعني احنا ما حسيناش بيه. اداء مميز. والنهارده ان شاء الله يكون موفق النهارده. محمد عادل، دعواتكم ليه. ان ان شاء الله محمد عادل هيبقى حكم عادل النهارده، وهيأدي اداء يشرف مصر كلها. شاء الله. واتمنى من الاتحاد المصري، اه تمام، يخلي حسام حسن مدرب منتخب مصر. احنا عايزين مدرب مصري. اتمنى طبعا حكام حسام حسن من من المدربين اللي شرفوا مصر بره وجوه. نتمنى الرجوع للطريق الصحيح، ويبقى في مدرب مصري للمنتخب المصري. احنا تمام، واحنا ما جايبينش حكم مصري من زاهد، الكابتن حسن شحاته. مدرب مصري قصدك؟ تمام تمام. كابتن حسن شحاته. ومن بعد حسن شحاته ما فيش اي بطوله اتحققت لمصر. معلش في الكلمه حسام، ولا اللي جابوه ده كله، معلش يعني ما اقولكش. تمام. عايزين حسام حسن. كلامك يحترم. سعيد هنا اه بقول عايزين حسام حسن. كلامك يحترم يا استاذ احمد، كلامك يحترم. شكرا جزيلا يا استاذ احمد، شكرا يا استاذ. شكرا جزيلا. احمد صلاح بيتكلم من هنا، بيتكلم ان حسام حسن، كابتن حسام حسن، وعايزينه مدير فني منتخب مصر، وبيتكلم ان التاريخ بيقول ان ما نجحش مع منتخب مصر الا المدرب المصري. يا جماعه نرجع للتاريخ، واحنا المصريين قادرين ينجحوا، بس وفروا لهم كل السبل الدعم، ووفروا لهم كل اللي بتوفروه الاجنبي، وهتلاقي اداء سواء منتخب مصر ولا اروع، هتلاقي اداء لتحكيم ولا اروع. التحكيم بره ماشي بصوره كويسه، عايزين جوه يدار بصوره كويسه عشان ننجح داخليا زي ما ننجح خارجيا. ده بالنسبه لملخص الكلام الناس، وملخص الحوارات بتاع المداخلات اللي معانا، ان الناس كلها بتتكلم يا جماعه اعتمدوا على المصري، سواء مدرب مصري سواء اداره تحكيميه مصريه. المصري قادر ينجح لو انتوا وفرتوا له الدعم، وفرتوا له اداره محترمه في الكره المصريه. يا جماعه مصر محتاجه مننا كلنا نتعب ونشتغل عشان ما نزعلش الزعل اللي زعلناه في بطوله كاس افريقيا كوت ديفوار 2023. دي كانت كل حاجه عندنا النهارده في التحكيم مع جريشة على مدار ساعه كامله. كنا معاكم، كان معاكم الزميل محمد نور على الميكسر، الزميله امل الدالي في الاخراج، لا الزميل امل الدالي في موجز الانباء، والزميله نهى يحيى في الاخراج، وكنت معاكم جهاد جريشة. وان شاء الله بعد اسبوع من دلوقتي، وقبل ساعه من دلوقتي، هنلتقيكم وكلام كتير على التحكيم والتحكيم مع جريشة. شكرا لكم، سلام عليكم.